اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده كده هنعمل مع بعض شويه محاشي كده اهوت. فيديو طويل كده اهوت، بس إيه طولوا بالكم كده معانا واتفرجوا كده اهوت وشوفوا الفيديو، هيعجبكم وهتستفادوا منه حلو يعني. هعمل هنا شويه بقى محاشي كده اهوت حلوين، اللي هو كوسه وبتنجان. بدأنا كده بالبتنجان. اول حاجه بنضف كده الحاجه بتاعتنا الاول، والكوسه معاها، وعملنا طبعا ورق عنب وكرنب وحاجه تاني هنشوف برضو معانا في الفيديو، عشان انا برضو نسيت ان انا كنت عملت فهنشوف مع بعض في الفيديو يعني. انا كمان هفتكر معاكم دلوقتي. تمام كده. بننضف بقى كده الكوسه والبتنجان. طبعا انا اللي كنت بركنهم على جنب كده، اللي هم كام كوسايه كده بلاقيهم كبار، دول قلت اعملهم بتنجان مدحرج كده اهوت. والكوسه الكبيره اعملها شوربه، يعني في كوستين كده طلعوا كبار فهعملهم شوربه. هنا الكوسه بتاعتي بعد ما قورتها كده اهوت، وانا رشها كده اهوت بالمقوره، اديها الخربشه اللي من بره دي. وبعد كده بعديها بغسلها، وبعدين بحط في جواها شويه فلفل اسمر صغيرين، دول قبل الحشو على طول. يعني بعد الغسيل بحط فيها شويه فلفل اسمر عشان يدوها طعم. عشان الكوسه طبعا احنا عارفين ان هي عدمه، بتاخد يعني بهار زياده علشان خاطر يبان فيها الطعم. طبعا اول بقى البتنجان كده اهوت انا بطريه، وبعد كده بقعد احفره كده من على الجناب واطلعها كده مره واحده كلها اللي في قلبها، بتبقى نظيفه على طول يعني، بتبقى سهله يعني. لما بطريها كده بتبقى سهله. بس طبعا لو هتبيتيها او كده اهوت ما تضطريش تقوري على طول وتحطيها في كيس وتحطيها في التلاجة. لو هتقوري يعني، لو هتحشي تاني يوم، فما ينفعش ان انت تطري يعني. التطريه بتخليها تطرى قوي لو انت هتشيليها لو هتحطيها في التلاجة لتاني يوم. هنا بقى هبدا بقى التسبيكه بتاعت المحشي. عملت البصلتين كده، 3 بصلات تقريبا، 3 بصلات ومعاهم 3 فلفلات، بفرمهم حلو في الخلاط، في الكبه قصدي. طبعا شويه زيت حلوين، ونقلي فيهم البصله. سيبها بقى تتقلى علشان خاطر تسبك لنا الطماطم تسبيكه حلوه، تدي طعم حلو، عشان احنا هنعمل كرنب. ده ما هنعمل كرنب لازم نسبك الطماطم حلو. حطيت هنا بقى الميه بتاعت الكرنب كمان على النار، عشان هننضف برده الكرنبه ونسلقها كمان على طول. طبعا انا جايبه هنا كرنبايه كبيره. هنضف طبعا الورق الاخضر ده كله وهرميه، مش هستعمله. هفضل انضف كده لحد الورقه البيضه لما هلاقيها. خلاص كده نضفتها كده اهوت اهي. دي بس دي نصها ابيض ونصها اخضر، بس برضه لا مش مشكله، هنستغنى عنها. وانضفها بقى، اشيل الراس دي بتاعتها دي كلها. وبعد كده بفضيها لان هي كبيره، فمش هينفع ان انا احطها في الحله، مش قد الحله اصلا، الحله اصغر صغيره. فبشيل الورق كده من عليها، افضيه شويه. وبعد كده بسلقهم 3 ورقات 3 ورقات كده مع بعض. والقلب طبعا اللي بيتبقى بيبقى القلب الصغنن ده، اللي انا هبص بطلع بيه كده من جوه الكرنبايه ده هيتسلق مع بعضه يعني، بيتحط كله في الحله يعني على قدها. البصله اهي اتحمرت اهي شويه. هننزل عليها بالطماطم المبشوره، طبعا مدياها نص ضربه في الكبه. نقلبها البصله لما بتستوي حلو، بتسبك الطماطم حلو. وطبعا معانا الفلفل الاسمر والبابريكا والملح، دول بيسبكوا الطماطم الصلصه حلوه قوي. طبعا حطيت معلقه كمون، هنزل بالملح كمان ومعلقه صلصه. خلاص بقى كده هنغطيها ونركنها بقى تستوي مع نفسها كده اهوت، ونسلق الكرنب ونخلص بقيه حاجتنا. وهي بقى قبل اخر حاجه كده هنبدا بقى نكون طافين عليها شويه يعني، تبرد بس شويه علشان اعرف اقلبها مع الرز. ادي الميه بقى غليت كده اهوت، نحط معلقه كمون وننزل بقى بسليق الكرنب. معلقه كمون عشان ما تعمليش ريحه الكرنب كده في الشقه ولا كده اهوت، فمعلقه الكمون بتضيع الريحه، وبتضيع الريحه منه يعني، منه هو نفسه. خلاص كده بعد 5 بعد 10 وبطلعهم. وفي الميه بروح معد 10 ومطلعهم، حتى لو ناشفه بطلعها. طبعا هم فوق بعض كده في الصينيه، انا بطلع احط على صينيه، على صينيه مفروده كده اهوت، عشان ياخد راحته كده اهوت. بحطه فوق بعضه فبيكمل تسويته مع بعض يعني، بيضطروا بعضيهم. لكن ما تسيبهاش ان هي تستوي قوي عشان ما تتهريش منك. خلاص كده 3 ورقات 3 ورقات. لو كرومبه كبيره، كرومبه صغيره بحطها على طول في الحله. طبعا سلقتها معاكم قبل كده وحطيتها كلها في الحله اهي. الباقي كده اهوت اللي هي قلبها يا دوبك على قد الحله كده اهو حطيتها. غسلت طبعا الكرنب انا غسلاه ورقه ورقه تحت الحوض كده اهو، تحت الحنفيه بحطهم بقى في الحوض، وبغسله ورقه ورقه تحت الحوض. عشان برضو احنا ما بنغسلش الكرنبه وهي نيه يعني، بروح غسلها بعديها بعد ما بتتسلق.
في ناس بتغسلها وهي نية، بس طبعا بتاخد غلبة معايا وتغرق الدنيا وكده اهوت. ما حبيتش ان انا جربتها مره وما حبيتش اجربها مره تانية، علشان ان انا مثلا ما اغسلهاش بعديها يعني تفضل سخنه. فقلت لا، هي بتوقف التسويه بتاعتها لما بتتغسل بعد السليق. وكده كده ما بيفرقش معاها في الطعم، يعني اتغسلت قبل او اتغسلت بعد مش بيأثر في طعمها. طعم الكرنب هو بيبقى طعمه في المحشي وفي التسبيكه في كل حاجه. يعني هو المحشي يعني رقم واحد في المحاشي كلها الكرنب. اقطعهم بقى كده، اجهزهم واجهز الباقي كده مع نفسي واخلصهم. ونبدا هنا هوت في الفراخ عشان اتبلها واسيبها تتحط شويه في التتبيله. هنا معايا بصله مبشوره، عليها قرنين فلفل برضو، عليها بصل طماطميه مبشوره، عليها البهارات اللي انا حطيتها دي بهارات فراخ الاخيره ديت ومرقه دجاج، وحطيت زعتر وتوم بودر وبصل بودر وبابريكا وفلفل اسمر، وحطيت الملح طبعا بتاعها. هنا حطيت عليها حوالي 3 ليمونات بس مليانين ميه، يعني عشان تبقى مززه ويبان فيها المزازه. يعني الليمون دلوقتي حلو قوي، فيه ميه كده اهوت بزياده، فبتبقى فيه مزازه. حطيت معلقه صلصه، بتفرق جامد في الطعم، اللي هو طعم التتبيله. معلقه الصلصه بتفرق قوي يعني. خلاص هتبلهم، هقلبهم بقى كده في بعض، وهدخل كل التتبيله دي في كل الفراخ وهركنها بقى ساعه. يعني انا تقريبا ركنتها ساعه على بال ما خلصت المحشي كله ودخلتها الفرن تستوي عشان كل حاجه تطلع مع بعضها سخنه. حطيتهم بقى كده في الصينيه. طبعا انا بقرب لكم كل حاجه، يعني كل ده انا سبتها قعدت ساعه في الطبق كده اهوت. وبعدين بس انا بحب ان انا اعمل لكم، حبيت ان انا اعمل لكم الفيديو كل حاجه لوحدها، تبقوا انتوا عارفين ايه اللي خلص. حطيت شويه زيت كده بقى على الوش، مع اني حطيت زيت تاني، بس حطيت عشان ما حطيتش في الصينيه حاجه، فحطيت زيت يبقى ما يلسعش الفراخ. وغطيتها طبعا بالورق الزبده ده، وده ورق مبلول بحطه عليها، بيقفل عليها خالص، بيكتم البخار، بيخليها تستوي تسويه حلوه. الميه اللي احنا حطيناها دي ميه ورق العنب، حطينا خل وحطينا زيت وحطينا ملح وحطينا ليمون، وحطينا كده عليها ورق العنب. بسقطه كده اهوت في قلب الميه وبطفي النار عليها، وبسيبهم في الميه حوالي 5 دقايق والنار مطفيه، يعني ما بسيبهوش ان هو يقعد يغلي في بعضه، لا بطفي عليه. كده خلاص الخضره بتاعتنا كده بدأنا اخر حاجه مرحله في المحشي، خلصنا كل حاجتنا. مش باقي غير ان انا هقطع الخضره واقلب الرز على الصلصه على كل حاجه. الصلصه عندي اتسبكت وسبتها شويه تبرد علشان خاطر لما اجي اقلبها مع الرز ما تبقاش سخنه قوي يعني. هي اول حاجه ببداها في المحشي ان انا بسلق الكرنب وبعمل التسبيكه. هنعمل فراخ، هنعمل اي حاجه بقى جنبها، ببدا ان انا اجهز بقيه الحاجه بعد التسبيكه وبعد سليق الكرنب. الاتنين دول بجهز. هنا بقى الخضره اللي انا هحطها على المحشي. طبعا كنت هعمل اقلب في الطبق الاستانلس ده، بعدين لقيت ان الرز هنا مغسول وصفى ميته وكل حاجه، فحبيت ان انا اقلب في دوت عشان ما تقولش هي ايه اللي عملته ده، حطيت هنا وحطيت هنا. لا، انا لقيت الرز كده فقلت يلا هنا اهوت بالمره. حطيت هنا ملح وفلفل اسمر وكزبره. كزبره اساسيه قوي 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 في المحشي، بتبقى حلوه في المحشي، بتفرق في الطعم قوي. وهنا حطيت بصلايه مبشوره، بصلايه نيه مبشوره على المحشي تاني، بتدي طعم حلو. يعني انا هنا بعمل المحشي ني في ني ومسبك مع بعض، الاتنين بحطهم مع بعض. قلبت كده خلاص الرز بتاعنا، باخد حبه بقى كده اهوت على قد حبه حبه ان انا اخلص بيهم اعمل بيهم حاجه. هعمل بقى شويه ورق عنب كده اهو. ورق العنب ده بناتي كده وصغير، بتبقى حلوه كده ورقه العنب وهي صغيره كده اهوت قد عقله الصباع كده اهو، بتبقى حلوه قوي صغيره كده على مسمسمه يعني. الورق العنب البناتي بيبقى احلى بكتير من اللي هو الكبير، اللي هو بيبقى دايما بياخدوه في المعلبات، يعني بيحطوه يعلبوه اللي هو بيبقى البرطمانات اللي احنا بنجيبه دايما، برطمانات كده لما بنبقى محتاجينه، فبتلاقي ورقه العنب عايزه تتقسم 4، فده احلى بكتير يعني. هو عموما يعني الحمد لله ما عرفناش نخزنه السنه دي عشان كان غالي قوي، فبنجيب على القد يعني. نحشي بقى شويه كرنب كده اهوت، بس يعني الورقه برضو قطعها صغيره كده اهوت، حاجات مسمسمه كده اهو تبقى حلوه كده، عشان حتى لو عندك ضيف كده وحاطه له الحاجه كده مسمسمه وحلوه كده يبقى شكلها حلو وقيمه. خلاص كده هخلص بقى انا بقى مع نفسي. انا بقول لكم ان انا كام حاجه كده عملتهم وهخلص مع نفسي، يعني اقعد بقى كده براحتي كده واقعد اعمله.
حطيت هنا الخضره اللي هو العيدان بتاعت الخضره، طبعا دي مغسوله، مش ان انا حطاها كده اهوت ولا فيها اي حاجه، لا مغسوله غسله حلوه، بنقعها في الميه والخل الخضره شويه، حتى بتبقى بتصحصح كده لما بتحطيها في الخضره، بحس ان هي انت لسه جايباها طازه. فبغسلها شويه، بنقعها في الميه، وبعد كده بطلعها اصفيها في مصفى. بعد ما بغسلها تاني بميه عاديه، بروح حطاها في مصفى واقطعها بعديها، تبقى تكون نشفت، عشان حتى لو احطها في علبه في التلاجة تفضل زي ما هي ناشفه. هنا الحله عندي حطيت فيها الكوسه والبتنجان والفلفل، وحطيت عليها ورق العنب، عشان انا مش عامله ورق عنب كتير، يا دوبك طبقين كده اهو، حطيتهم على وش الحله عشان ما اعملش حلل كتير يعني. حطيت حله ديت وحله الكرنب، ادي الاتنين كده مع بعض. دول طبعا كده ايه هيستووا كده بقى مع بعضيهم بقى مع نفسيهم بقى، ونشوف بقيه الحاجه اللي احنا هنعملها. حطيت معلقه طماطم مبشوره من على الوش كده اهوت، بتدي طعم للكرنب. هنا هنعمل مع بعض الممبار. الممبار بيتعمل ني في ني، ما بيتعملش ما بيتسبكلهوش خالص، مش بيبقى طعمه حلو في التسبيك نهائي، بس اللي بيحب يسبك له فهو حر يعني يسبك براحته، بس هو الني في ني هو اللي بيديله طعم، لانه هو اصلا ما فيهوش طعم يعني، ده جلد يعني طبعا، بس طبعا احنا بنحبه يعني. حطيت هنا اهوت البصلايه المبشوره، عليها طماطم مبشوره، عليها خضره، عليها معلقتين صلصه. ايه البهارات بتاعتنا، الملح والفلفل الاسمر والبابريكا والكزبره. هقلب بقى كل ده كده مع بعض. بتبقى سهله قوي بقى حشوه الممبار دي، لان ايه ما فيهاش اي حاجه. خلاص نحشي بقى كده الممبار. طبعا ايه لما عايزه اوريكم الطريقه اللي حشيتها، انا عملتها قبل كده ونزلتها في الفيديو، وعايزه اشوف عايزه اوريكم تاني انا عملتها ازاي. خلاص انا بطلع الدهن بتاعه من بره، عشان وانا بحشي انا بيدخله لجوه، فبمسك الطرف بتاعهم الاولاني كده بتنيه لجوه، وبعد كده بقعد احشي، بيروح هو ماشي مع نفسه، ما بياخدش وقت في الحشو، بياخد شويه الرز على قده، مش بياخد بقى رز وتحشي وتكبسي، لا انت طول ما انت بتحطي شويه الرز كده هو بيمشي مع نفسه. خلصنا كده الممبار، نبدا نسلقه. حطيت هنا شويه لورا وشويه عيدان من الكزبره والبقدونس اللي كانوا معانا، حطيتهم برده بتدي نكهه حلوه في للشوربه بتاعته. انا كده كده برميها مش بحتاجها. خلاص كده احنا خلصنا كده اخر الفيديو بتاعنا كده، خلصنا. بصي المحشي بقى بتاعنا عملته ازاي. الصينيه بتاعتي الكبيره صينيه العشاء، وطبعا رحت حاطه عليها المحاشي كلها اللي انا عملتها. عملت الكوسه والبتنجان بالشكل كده اهوت، ومع جنبهم الكرنب، طبعا جنبهم الممبار. طبعا الممبار بعد ما اتسلق قصدي، طلعته وحمرته في الزيت. في حاجات كتير يعني لقيتها ان هي ايه يعني مش تايهه عنكم، ان انتوا بتعرفوا تعملوها، عارفين ان هي هتوصل ايه للنهايه بتاعتها، فما كملتهاش يعني. ادي الممبار اهو، عملنا بقى جنب الممبار. طبعا الفراخ بقى هنحطها من على الوش. اختفى ورق العنب، ما بانش، نزل تحت عشان هو كان في اول الحله، فما فضيت نزل تحت وبانت الكوسه والبتنجان، بس طبعا ما عتقناهوش يعني. كده انا حبيت ان انا اعمل لهم الصينيه ديت كده. يا رب ايه الفيديو ده يعجبكم، تنسونيش بقى بلايك، اعملوا لي لايك للفيديو كده لو عجبكم الفيديو كده اهوت لحد هنا اهوت، يا ريت تعملوا لي لايك للفيديو. والفراخ الفراخ دي خطيره خطيره، طعمها تحفه، عايزاكم تجربوها بجد، جربوها طعمها جميل جدا. واخدت التسويه بتاعتها حلوه كده اهوت، وما لزقتش في الصينيه. الصينيه احمرت من تحت بس ما لزقتش، حتى العيال اخدوا البهاليز اللي نازله منها كانت مززه كده وحلوه، ان عيالي بيحبوا الليمونات والمزازه بتاعت الحاجات دي. حتى ورق العنب بحط لهم عليه ليمون يعني. وكده الفيديو بتاعنا خلص. يا رب الفيديو يعجبكم، متنسونوش بقى بلايك، ولو مش مشتركين في القناه تشرفوني بالاشتراك، واشوفكم على خير. سلام عليكم.